اليد التي أبكت قارة بأكملها. أكيد كلكم فكرتوا عم بحكي عن يد مارادونا الشهيرة وهدفه بعام 1986، لكن لا، نحن اليوم عم نحكي عن يد لاتيني آخر، هو الأسطورة لويس سواريز. بكأس العالم 2010 بدور الربع نهائي تحديدا بمباراة الأوروغواي وغانا، بعد ما كانت النتيجة 1-1 وبالدقيقة 120، فرصة خطيرة للمنتخب الغاني، ولكن لويس سواريز بينبري ليتصدى بايده على طريقة ليفيا شين، اوليفر كان، بوفون، على طريقة اعتى حراس العالم، وضربة جزاء للمنتخب الغاني وبطاقة حمراء لسواريز. طبعا الغالبية توقعوا انه خلص غانا بالدور النصف نهائي، اساموا جيان مش رح يضيع هالفرصة التاريخية، لكن ما يلي صار هو عكس هيك تماما. اساموا جيان بينبري لتسديد ضربة جزاء وكرة بالمدرجات بعيدة كل البعد عن الشباك الأرجوانية، وما هي إلا لحظات وحكم اللقاء بيطلق صافرته والفريقين بيتجهوا لضربات الجزاء. لكن خلص الحظ كان عم بيعاند المنتخب الغاني والقارة السمراء بال 2010، رغم انه هي كانت مستضيفة البطولة. ضربات الجزاء بتبتسم للمنتخب الأوروغواياني وبفوز 4-2، رغم انه اساموا جيان كان سجل بالركلات الترجيحية، وسواريز بدل ما كان يكون عم يبكي لانه طرد كان عم يحتفل، لانه هيدا الطرد كان سبب تأهل المنتخب الأوروغواي لنصف نهائي كأس العالم 2010.